كلي كل يوم فص توم على الريق وهتشوفي ايه اللي هيحصل في بشرتك وفي جسمك. دي كانت نصيحه عميله عندي هنا لصاحبتها لما قالت لي انا سني عدى ال 35 سنه ولسه بيطلع لي دهون وحبوب في بشرتي وجسمي. تعالوا نعرف سر المعلومه دي ايه وهل فعلا معلومه مفيده ولا لا. لو انتوا اول مره تشوفوني انا الاء جمال سكين كير اند هير ثيرابيست، ويلا بينا نبدا مع بعض الفيديو. مع ان التوم يعتبر مصدر كويس جدا للبشره وللجسم ويعتبر كمان صحي وهو كمان مضاد للاكسده، بس تخيلي كده لو انت خدتي فص توم على الريق هيعمل لك ايه في معدتك؟ اول حاجه هيعمل التهاب في المعده، تاني حاجه لو انت من اصحاب القولون تقريبا كده لما تاخدي فص توم هتروحي تموتي بعد كده، تالت حاجه مش التوم هو اللي هينور بشرتك وهيخلي بشرتك ماشيه كده فله شمعه منوره زي ما بيقولوا، ده في روتين كمان لازم تمشي معاه في فص التوم. اهم نقطه بقى واصعب نقطه، تخيلي ريحه بقك هتكون عامله ازاي؟ تقريبا الناس هتطفش منك. لو انت فعلا عاوزه تعملي بالنصيحه دي، في اقراص توم اسمها اقراص توماكس موجوده في اي صيدليه، خدي كل يوم حبايه على الريق وهتفرق معاكي.